السلام عليكم واهلا بيكم معايا في معلومه جديده. والنهارده طبعا داخلين على رمضان اهو، قربنا، وطبعا كلنا بيبقى عندنا عزومات وعندنا ارتباكات كده في رمضان وتحمير وحاجات كتير. والحيطه اللي عند البوتاجاز كده جنب البوتاجاز وغطا البوتاجاز بيبوظ. النهارده جايه اقدم لك حاجه هتريحك من الموضوع ده خالص. ممكن تاخديها شهر رمضان كله وفي الاخر بترميها. مش هنحط ستيكر، لا مش ستيكر، الستيكر طبعا بنيجي نشيله بيضايقنا وبيسيب حاجات كده على البوتاجاز وبيطلع بالعافيه. لا انا عندي حاجه ليكي حلوه جدا. اتمنى بس منك ان انت تعملي لايك وشير كده للفيديو وتوصليه لحد ما يوصل لكده ل 100 مشاركه لاصحابك كده وحبايبك وتستفيدي بيها، وان شاء الله تدعي لي على المعلومه دي. بصي يا حبايبي بقى، انا هعمل ايه. هجيب الدبل فيس وهجيب الورقه دي بتجيبها من عند المنظفات، اي محل منظفات او في الهايبرات، ان هي احنا كنا بنجيبها كده وبنحطها فين على البوتاجاز ونحط عليها العيون وكل حاجه. الورقه دي افضل من الاستيكرات. هروح جايبه كده هو 3 دبل فيس، او لو الغطا عندك كويس كده هو تقدري تتنيها عليه من فوق، وتروحي جايه بقى من تحت. بقى هنزل لكم الكاميرا شويه، بصوا. هروح جايبه بقى الورقه كده بدي شدها لتحت شويه بحيث انها اعمل لها تانية كده واحط عليها الحوامل. ليه؟ عشان اي حاجه تطرطش على الورقه او تطفطف تيجي فين، تنزل على على البوتاجاز، ما تنزليش فين على على الغطا خالص، ولا تيجي على الحيطه تاني من ورا. وهاجي بقى هنا بقى فرشت الجنب بتاع الحيطه هو كمان، جبت ورقه تانية كده. بصوا بقى كده انا ارتحت من الحيطه اللي جنب البوتاجاز ومن غطا البوتاجاز.